ايه الجديد عنك؟ والله ما فيش جديد فن. انت خدت الورق كله وفي حد شغال عليه ولا لا؟ طبعا يفرغوا هم دولات شكل بتاع التصوير نص كمان؟ ما احنا اصلا مش عايز فيها بيانات، انا هاخد منها كلام. لا انا بتكلم انت اللي هي البرنامج اللي عاملينه. البرنامج اللي عامله منصور مع كلمتين بتوع ده انا شغال في بتاع منصور مع كلام هيكل كده. مين شغال؟ بجمع دلوقتي البيانات. انا هعمل حاجه مرافق كده لاحمد واحمد شعبان وكده، وقاعدين اللي شغالين كويس. احمد علي طبعا فن طبعا. اصل انا بص فن، انا بدي مهمه محدده، طلع لي ارقام من الحاجات اللي جبناها امبارح من مجلس الوزراء ومن البتاع، فبنفرغ الارقام وبعدين النهارده خلاص نخش على الكلام. انا كلمت رئيس الوزراء، كلمت رئيس الجمهوريه في حاجه عن الجهود السياسيه والمفاوضات توني كده خلينا يعني هناخد توني بداية الساعة 9 الصبح بكره في عشان 6 يبقى عندك مجلس وزراء. وبعدين هيخلص يطلع له محمود حجازي وهيبقى معاه سلطان. بعد الفلوس خلاص كده 600 مليون دولار خلاص خلصت 600 وحاجة و40 600 حاجة كده يعني. كمان فلوسنا كملت الاربع ارباع. انت اللي بتاخد هتعمله ده. والله انا عايز افهم هو عايزين ايه الاول اسحب الكاميرا زين وبينها ولو خلاص احنا دخلنا المعمعة. والنبي يا فندم في موقف كده حصل محرج شويه مع سيادة الوزير، مع الموضوع بتاع الشيخ منصور. راحوا وزارة الزراعة فن كان بصعوبة ربما يعني بدأت الصوت من المصدر. عموما سنحاول العودة إليك طبعا تدفع وما تدفعش. النقطة مراسلنا من تونس بسام بونيني كان يفصل في موضوع استقالة وزير السياحة أمال كربول بعد يعني ساعة من أداء اليمين. ما هو مجدي ده في موضوع آخر، وافق مجلس الأمن على نشر قوة أوروبية قومها 500 جندي. هم عرفوا يا فندم إن الغرامات دي اتشالت خلاص. لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد. وهدد المجلس بفرض عقوبات محددة على من يعطلون العملية الانتقالية وينتهكون حقوق الإنسان. كما دعا المجلس حكومة إفريقيا إلى تسريع عملية الانتقال السياسي. تستمر أعمال الدورة العادية 24 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والله ده ناس قالوا للوزير زعل وإن إحنا ادينا له تماما ان موضوع الغرامات ده اتشال. لا انا مفيش مشكله يا فندم. انا طب اجيب لسيادتك يوسف سيادتك تفهمه. تسمى أجندة 2063. عموما للمزيد من المتابعة انضم إلينا من أديس أبابا مراسلنا طارق التجاري. طارق الكلمة لك. نعم حفيدة هنا اكتملت كافة الاستعدادات لعقد الاجتماع المهم لمجلس السلم والأمن الإفريقي والذي سيناقش كما قلنا عدد من القضايا المهمة أبرزها التوصل إلى سلام وحلول وفاقية. طب هجيب لسيادتك يوسف عشان هو يوسف بلغ السلطان وسلطان أما بلغ الوزير. قدمنا فريق أفريقي عالي المستوى زار مصر مؤخرا من أجل يعني التعرف على الموقف المصري وما يجوز في مصر من أحداث. لا خلاص فندم هو خلاني يوسف يجي لسيادتك وخلاص. من تعليق وزير مصر في الاتحاد الافريقي. كانت هناك بعض القرارات المهمه التي خرجت من الاتحاد الافريقي تتعلق خلاص ماشي فندم حاضر. لا مش كانت رئيسه المفوضيه انا مع سيادتك فندم بس قالت ان الاتحاد يرفض اي تدخلات في شؤون دول القاره كما جددت التزامها بايجاد حلول لما يحدث في جنوب السودان والعمل على اطلاق صراحة المعتقلين السياسيين في جوبا جميعهم وأيضا الجميع بطاولة الحوار. هناك كذلك بعض القرارات المهمة مثل الدعم الذي سيقدم للنزاد من عدد من الدول حتى تقوم بمشروعات البنية التحتية
وتفعيل طبعا والاقتصادية. قبل قليل انتهى أخير عن هذا الاجتماع الذي عقد اليوم. طبعا هكلمهم الدول الإفريقية على أنها أحرزت التقدم في مجال التجارة الدولية والتجارة. أنا تحت أمرك فن يا فن، أكيد طبعا أكيد. قادمة خاصة. صباح النور يا فن، ازيك فن، ازيك يا شو، عامل ايه يا حبيبي؟ ربنا يكرمك يا شو، تسلم. هو بيطلع هو لا هو في نقطة أنا قدرت أوصل ليها بصراحة، بس هي نقطة الواحد يتكسف إن هو يقولها قدام حد. خلاص هو ما هيسافر بره هيلاقي ناس كتير بتسمع له وهو يعرف يكلمه. خلينا فممكن يقلق وزير صراحة، ويقلق ناس كتير. يعني لما يجي هو مثلا لما بيعمل مؤتمر ويتكلم ويرد على الناس وكلام زي كده، يعني بصراحة شكله ممكن يقلق من حيث إدارته للموضوع وكلام زي كده، وده أنا موضوع برضه لازم ما تطلعوش معلش يعني. ما هي دي بقى كانت، أنا أعتقد دي من ضمن الحاجات اللي جابت المشاكل له جوه اليومين اللي فاتوا دول مع الرئيس خلال شهرين ثلاثة. إنه حتى سافر سفريات وعمل فيها مقابلات وهو ما حدش يعرف عنها حاجة. قول لي تاريخ خدت بساطتك يعني قبل مش عارف مساعد وزير خارجية بريطانيا شؤون الشرق الأوسط. طب بتقابله ليه بمناسبة إيه؟ بتقول له هات تاريخ. لا هو حسب بص هي غالبا هي دي. وفي أكتر من إن أنا بقول له معلش يعني بتقول لي أكلم فلان، قلت لك أنا قايل له لو حد كلمك من بره ما تعملش. أنا بكلمك قلت له الوحيد اللي ممكن يتكلم بره وتعمل له، لأن أنا مش هقدر أقول له كده. ودي ما يفهمش الموضوع خلاص، تيجي راجل كريم يقول له نعم. قلت له الوحيد اللي ممكن يتكلم وأنا مش هقدر أقول له يعني إزاي تتكلم من غير ما أعرف يعني هو أول ما اتكلم. بس والله العظيم بقول لهم إيه؟ لا أنا قصدي أقول خدوا الموضوع يا عم. أنا جيت في مرة وأنا قائد لواء، جبت رئيس أركان ظابط كويس فعلا، قلت له أنا عايز أقول لك على حاجة. قلت له اللواء ده ليه قائد لواء واحد بس لواء وكويس، ومفيش ما يمنع أبدا يكون ليه أركان رئيس أركان ده واحد بس ويبقى كويس. واللي هيخلي رئيس الأركان ده كويس أنا هقعد أتكلم في كل حتة إن أنا معايا رئيس أركان. لو جه عليك في يوم فهمت إن أنت قائد ده هتبقى مش كويس، وأنا برضه اللي هخليك مش كويس. فخلينا بس الأمور دي كل واحد في حدوده. طبعا. بس قلت له ما سبتوش براحته. يعني أنا عايز أقول يكون عندك حد مسؤول هاته وقول دورك كذا، أنت واحد اثنين ثلاثة أربعة قول لي غلط. طب ممكن بقى ما يصح خلاص ما يسمعش إلا الفكرة يلا الله جاي. إنما ما تسيبنيش أنا براحتي وبعدين تقول لي مش عارف إيه. أنت رايح فين مسافر يبقى في أنا ممكن أطلب منه أجندة اللقاءات اللي بره وكلام زي كده، ولما يرجع هو يعرض عليا، ما عرضش أنا أحطه أساس الحلقة. وفي ناس ساهموا بشكل غير مباشر في القصة دي. في إيه؟ يعني الندوة اللي هي اللي بيعملوها المكتومة دي السرية أو اللي بيعملوها في الإمارات كل سنة بدعوا فيها شخصيات وبتاع، واللي حضرها المرة دي بيريز. كل سنة فنم بيجيبوا أعلى شخصيات في العالم يجتمعوا وما بيطلعش عنها حاجة. لما جت الإمارات تدعو دعت مصطفى، لا دعت نبيل فهمي ومصطفى حجازي وبرزتك بقى من اللي جاي لغاية كده مفيش مشكلة. مين اللي هيتكلم؟ أيوة عندهم قاعدة اللي اتكلم السنة اللي فاتت ما اتكلمش السنة دي. فنبيل فهمي كان راح السنة اللي فاتت بس مش هو وزير خارجية، كان راح واتكلم، فمش هيتكلم. واللي هيتكلم مين؟ مصطفى حجازي. فالتاني طبعا قال لك لا زي وزير خارجية هو انا جاي احضر، هو اللي اتكلم وانا ما اتكلمش. مين اللي بينقل مش عارف سياسة ايه ومين اللي بتاع كلام ده. معتزل ما راحش. وهم بتاع الامارات هم بيكلموني بيحكوا لي حكايه ان الشيخ عبد الله زعلان وبتاع وكمان. قلت له ما تزعلوش مني، لا انتوا كان المفروض تفطنوا لحساسيه الامور.
فحاجه من اتنين، يا ما كنتوا تعزموا وزير خارجيه ومعهوش اسمه ايه، ما تعزمش وزير خارجيه من اساسه. يعني كنت جبت واحد غير مصطفى حجازي وحد قديم يعني كبير، يوم لما يتكلم الراجل مش هيزعل يعني. او انك انت ما تعزمش وزير خارجيه، انما تزعل من ايه؟ اي واحد مكانه انا الوزير دلوقتي هروح احضر ما اتكلمش ازاي يعني.